وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تبقوا بخير وسعادة وهنا. طبعا انا عارف ان انا بخيل عليكم قوي 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 الفترة اللي فاتت دي في الفيديوهات، بس اعذروني والله العظيم غصب عني، عندي شغل وعندي التزامات شخصية كتير، فما كنتش عارف اطلع لكم و- واطلع اتكلم معاكم، سامحوني معلش. طبعا احنا النهارده عندنا مواضيع كتير انا كاتبها اهو برضو عشان ما منساش. عندنا النهارده موضوع التغذية بعد العملية، ازاي ان انا اقدر اتغذى كويس، وايه الحاجات اللي انا ممكن اخدها عشان خاطر مع الادوية عشان خاطر اتغذى عليها، ويبقى عندي الموضوع ان شاء الله كويس جدا. وسهل وبسيط يعني، ومش مكلف يعني. في ناس هنا بتقول لي ان انت مركب شبكة فرنسية ومش عارف ايه، يعني والله انا لو مركب شبكة فرنسية يا جدعان مش هعرف ان انا احلى اقرا يعني، اكيد انتوا كلكم عارفين. فالشخص اللي كان بيقول لي شبكة فرنسية وكده ده مش حقيقي، مفيش حاجة اسمها شبكة فرنسية والكلام ده كله. الشبكات الفرنسية بتبان جدا، بتقل فظيع في الشعر وخط الجبهة، وانتوا شايفين الموضوع كله طبيعي الحمد لله رب العالمين. طيب، ايه هي التغذية؟ ان انا خلاص عملت العملية، بعد 3 ايام طبعا بفك المنطقة المنحة اللي ورا اللي انا اختطفت منها الشعيرات وكده. ببدأ اعمل ايه؟ طيب، في طبعا انتوا عارفين التفاح الاخضر او التفاح الاصفر. يعني التفاح الاخضر او الاصفر مش باكله، أنا ما بقدرش اكل، يعني انا ما بقدرش اكل حاجة ناشفة او امضغ على اسناني قوي، عشان خاطر بيبقى عندي تورم، وده طبيعي جدا بالنسبة لأي حالة يعني. الحالات طبعا بيبقى عندها تورم، وده طبيعي. فانا ما بقدرش اجس على اسناني وامضغ الاكل جامد، فانا بعمل ايه؟ بجيب التفاح الاخضر او الاصفر، بقشره عادي جدا، وبقعد بحطه في ميه وبغليه لغايه لما يطرى معايا خالص، وبالتالي فبيبقى طري خالص، فانا بقدر اكله واحده واحده كده كده، واحده واحده، عشان خاطر ما اجسش على اسناني والبصيلات تطلع من دماغي، ما اذيش البصيلات في حاجه. تمام. التفاح الاخضر، اي حاجه خضراء طالعه من الارض، بقدونس، جرجير، بس بالراحه جدا، ووقتهم عليه بالراحه جدا. ابعد عن اي فسفور، اي شطه، اي ملح زياده في الاكل، او اي خل، او اي حوادق عموما، وبالذات الشطه يا جماعه، عشان الشطه بتهيج فروه الراس. وطبعا انت عامل العمليه ما ينفعش، اصبر شهرين 3 او 4 شهور على الاقل عشان تبدا تاكل، لو انت بتحب الشطه جامد. بالنسبة للناس اللي مش بتحب الشطة طبعا عادي جدا. طيب، في ناس بتقول لي يا احمد انا عايز اعرف، انا عندي صلع وانا ما عنديش حد اقرع في العيلة عندي، ولا ابويا اقرع ولا خلاني ولا عمامي، ازاي انا طلعت اقرع؟ بصوا يا جماعة، هو دلوقتي الموضوع صلع الوراثي كلنا عارفينه ان احنا بنقرع عشان احنا عندنا ابونا او خالنا او عمنا، اي حد من الاقارب اصلع. طيب، لو مش عندنا حد من الاقارب، ايه اللي بيؤدي الى الصلع؟ ممكن تكون انت طالع كده نبغة في وسط العيلة بتاعتك، انت طالع كده سبحان الله، طالع اقرع كده لوحدك. ثانيا، الضغط النفسي بيأثر جدا على الشعر. اي زعل او اي حاجة، حد مثلا حصلت له حالة وفاة، حد قريب منه متأثر بيه جدا، ممكن يزعل، ممكن الشعر يقع منك عادي جدا مع السنين، تبص تلاقي نفسك اقرع. لو شاب مثلا في العشرينات وعنده امتحانات وضغط نفسي، برضو بيأثر عليه وبيطلع أقرع عادي، الشعر بيقع منه وممكن يطلع يقرع عادي. مش شرط يكون صلع وراثي أصلي يعني، مش شرط يكون صلع وراثي من الأب، وساعات بيبقى ممكن تكون من سابع جد. يعني انت متعرفش ان من سابع جد ممكن يطلع الوراثة توصل لك عادي جدا، وانت مش عارف سابع جد ده توفى، طبعا انت مش عارف. فالحاجات دي ممكن تؤدي الى صلع مبكر وتقرع وانت في سن صغير. خلي بالك، ممكن ما تعديش ال 17 18 سنة ويحصل لك صلع بسبب الضغط النفسي او الامتحانات او الحاجات دي كلها. طيب، المواد الكيميائية، المواد اللي فيها حاجات كيميائية اللي انا دايما بحذر منها، زي المينوكسيديل، نور اسمه ايه دوت نور هيل لوشن، اي بخاخات، اي زيوت، الكلام ده كله بيبقى فيه آه،
اي حاجه فيها هير وبتتباع في الصيدليه يا جماعه، الحاجات دي مش كويسه خالص، وبتعمل يعني احنا كان عندنا حاله كانت عايزه تعمل عمليه زراعه، تمام، وعمل جه يعمل التحاليل وكله تمام، مفيش اي حاجه، ما عندوش سيوله في الدم كتير، او ما عندوش اي حاجه تمنعه ان يعمل عمليه او فيروسات او اي حاجه لا قدر الله. وجينا نعمله العملية، في يوم العملية قالوا ان هو لازم يأجلها الاسبوع عشان خاطر المينوكسيديل، اللي هو كان بيستخدم المينوكسيديل 5% اللي كنا عارفينه. قالوا له استنى اسبوع عشان خاطر تقدر تعمل عملية، لان عملت له التهابات في دماغه، وعملت له التهابات في المنطقة المنحة، والتهابات في الدماغ من هنا هو في الشعر من هنا، فما عملنا لهوش العملية. استنى اسبوع لغاية لما، او اسبوعين تقريبا، لغايه لما الحبوب دي بدات تروح واحده واحده. فده على طول احنا قلنا كذا مره بيهلك الشعرايه، المينوكسيديل بيبوظ الشعرايه، النور هيل لوشن، كل دي دعايه الناس اللي بتطلع هنا زرع او مش زرع تقول استخدم نور هيل لوشن وهو عمل معاه نتائج وهو ما بيعملش حاجه، وبيبقى حالق لك اقرع، وبعد كده بيحط النيو هير لوشن ده قدامك او المينوكسيديل يقول لك ده بص ده طلع لي بيبي هير، طلع لي مش عارف ايه. الكلام ده غير صحيح بالمره، وكلها دعايه لمنتجات لشركات بياخد من وراها مكسب، ومكسب كتير جدا وعلى الفاضي، وكل ده انت مش مستفاد منه بحاجه. طيب بالنسبه للتغذيه يا جماعه، اوعى حد يكون عامل عمليه زراعه الشعر ويروح ياكل سمك. دايما بيقولوا السمك بيغذي، السمك فيه فسفور، خلي بالك السمك فيه فسفور، والفسفور بيعمل نشاط في الدورة الدموية، وبيعمل نشاط جدا، والدورة الدموية طبعا واصلة للشعيرات، فبيعمل حاجة اسمها تهيج كده، زي ما انت عايز تهرش دايما وغلط لو هرشت، فبطلوا السمك. احنا قلنا الشطة والخل والليمون، احذروا الليمون طبعا، والمخللات والحاجات اللي فيها شطة وحراقة والفلفل والكلام ده كله ابعدوا عنه لغاية 3 4 شهور كده. طيب كام عدد، في سؤال كان بيقول لي كام عدد الجرافتات اللي انا لو المنطقة المنحة عندي ضعيفة ومش عارف ازرع، يعني هو دلوقتي شعره وقع من نص، وقع من الجناب، وعنده 7، وعنده المنطقة المنحة اللي ورا ضعيفة. كل واحد على حسب حالته، ممكن المنطقة المنحة تبقى ضعيفة ناخد منها 2000 جرافت او 3000 جرافت بس، ونغطي لك الجزء اللي فوق، والتاج ده نعمله بعد 6 شهور، او نعمله في وقت تاني. وفي ناس بتبقى عندها المنطقة الخلفية بس هي اللي ضعيفة والجناب شغالة، دي ممكن نعمل منها زراعة عادي جدا، وناخد منها عدد جرافتات كبير ان شاء الله، وتبقى العملية ناجحة بإذن الله. طب اسباب عدم عمل العمليه، اللي انا ايه السبب الوحيد اللي بيمنعني ان انا اعمل العمليه؟ ان انا عندي ضغط، سكر، قلب مفتوح، قلب مقفول، فيروس في الكبد وفي الكلى، الكلام ده كله طبعا بيمنع عمل العمليه، او سيوله عاليه في الدم والكلام ده كله، والادويه بتاعه القلب والسكر والحاجات دي ممنوع طبعا تعمل العمليه، لان ده هيبقى خطر على حياتك، ما تجازفش وتعمل العملية، لانك مش هتاخد النتيجة اللي انت عاوزها او النتيجة اللي في دماغك. يعني انا بفضل ان انت متعملش العملية وتلجأ بعد كده للشبكة الفرنسية. ولو شعرك خفيف وعندك اي سيولة في الدم او اي امراض من اللي انا ذكرتها دي، ممكن تستخدم توبيك بودرة او اي حاجة، لكن ما تستخدمش اي حاجات كيميائية، عشان ده بيبقى غلط وما بيطلعش شعر. يا جماعة المواد الكيميائية ما بتطلعش شعر، المواد الكيميائية ما بتطلعش شعر تاني. احذروا المنتجات الوهمية، احذروا المنتجات الوهمية. اعمل ايه عشان اقوي خصلة الشعر بس فقط لا غير؟ مش همنعها من التساقط او ما منعهاش، الكلام ده كله يعني هري على الفاضي، احنا بغنى عنه. اعمل ايه؟ اجي اروح عند العطار اقول له عايز زيوت، عايز زيت الصبار لتقوية الشعر، اديني بقول عشان محدش يقول ان انا بعمل منتج او بقول لكم حاجه مش واضحه. لا، انا ما بمنعش تساقط وما بمنعش صلع وراثي، لا، انا بقوي بس الفتره اللي الشعرايه قاعده فيها، اللي الشعرايه هتبدا كده كده هتقع. بس انا يعني عندي 17 سنه او 18 سنه، بعمل ايه عشان اقوي الشعر؟ هو الصلع بيبدا من 21، وفي ناس زي ما قلت عندها ضغط نفسي والكلام ده بيبدا معاهم من 18 وانت طالع. بس عشان اقوي الشعرايه دي اعمل ايه؟ زيت الصبار على زيت زيتون، وادهن بيها كويس جدا، بقوي بيها خصلة الشعر اللي هي الفترة اللي هي هتعيش معايا فيها.
فقط لا غير. وزي ما قلنا اتكلمنا على اسباب الصلع الوراثي وغير وراثي والكلام ده كله. بس يا جماعة ارجوكم اللي هيعمل مقبل على عملية الزراعة بيا او من غيري يتابعني ويشوف الحاجات اللي هو ممكن يستخدمها خلال الفترة اللي هو قاعدها في البيت، خلال فترة الأجازة لغاية لما يفك طبعا من المنطقة المانحة، ولغاية لما يبدأ بعد كده يلاقي نتائج. أول شهرين أو 3 شهور بتبدأ عملية التساقط تظهر تاني، عشان خاطر كأنك ما بتبص في المراية كأنك ما عملتش أي حاجة خالص، ما زرعتش خالص، ترجع منظرك الطبيعي من الأول وجديد. وبعد الشهر في بداية الشهر الرابع مع حقن البلازما والبنتوجار او بيوتين. انا بالنسبه لي استخدمت البيوتين بس ما اقتنعتش بيه. اوريهولكوا برضو البيوتين 10000 والله، كان جايلي هديه، كنت فرحان جدا باللي جابه. وربنا طبعا يكرم حد كل واحد انا ساعدته في حاجه وهداني بحاجه يعني بالنسبه لي حاجه كبيره. بالنسبه له هو حاجه بسيطه، بس دي بالنسبه لي حاجه كبيره. لو اي حاجه طبعا انا بقبلها حبا في الناس وحب الناس فيا يعني. تمام. وانا بساعدكم لله في لله، وربنا يعلم. اكيد الواحد دايما بيحب الناس تدعيله، واول حاجة بيقولها ربنا يكرمك. طبعا دي عندي بالدنيا ان شاء الله. اي موضوع انتوا عايزين نتكلم فيه بالنسبة للمراكز يا جماعة، المراكز انا ماليش علاقة بمراكز ولا بعمل اي دعاية لمراكز. انا ليا علاقة بتيم انا عارفه وبتعامل معاه، هو اللي نجح لي كل حاجة ان شاء الله باذن الله. اللي هساعده هروح اوديه للتيم ده، لان انا واثق فيه جدا ان شاء الله بخير. كل حاجة تبقى بخير، وربنا يوفق كل واحد مقبل على العملية او عملها وبيتابع ان شاء الله باذن الله. بس انا طالب منكم حاجة بسيطة. اللي عمل عملية بره يا جماعة وجاي بعد كده يشتكي من حاجة، او عمل عمليه في مركز هو واثق فيه وجاي يشتكي من حاجه، يعني ما تجي ما تخليش اللوم عليا انا اكتر حاجه. يعني انا لو انت جيت لي من الاول وانا وجهتك كل حاجه بتمشي زي الفل الحمد لله رب العالمين. عن تجربه مع الناس ناس كتير الحمد لله رب العالمين. لكن لو انت عملتها بره وجيت تلومني، ما تجيش يا قلب اخوك تلومني على حاجه. تعالى لوم اللي اقنعك ان انت تروح المكان تزرع فيه. يلا اشوفكم على خير، وان شاء الله مش هتأخر عليكم تاني بإذن الله، ولينا عودة مع بعض. السلام عليكم.